السلام عليكم خوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا اويل بي نيوز. في هذا الفيديو غادي تشوفوا التحركات والاداء الرائع اللي قدموا اليوم بلال الخنوس، ساهم في هدف وساهم في الفوز ديال الفريق ديالو. مباراه في المستوى، تنقيط جيد ديال بلال الخنوس، يعني من احسن اللاعبين اللي كاينين في المباراه. الخنوس تبارك الله عليه دائما تيتقاتل، دائما عنده لمسات سحريه. واخا مع المنتخب المغربي شفناه تقاتل في كاس افريقيا، رغم ان وليد الركراكي تيقزم اللعب، يعني ما تيلعبهمش في المكان ديالهم المناسب وما تيلعبش الهجوم. اما بلال الخنوس نعرفوه قوي في الهجوم، ومع ذلك راه كان في كاس افريقيا قوي في الهجوم وفي الدفاع بطبيعه الحال. المهم غنخليكم دابا تشوفوا هذا الفيديو هذا والاداء الرائع ديال بلال الخنوس، ونتلاقاو في الاخر الفيديو. ما تنساوش لايك، بغينا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهور المغربي. ومع المدرب سيباستيان اونيس الذي يعتبر ابن الاخ للاسطوره. طبعا اونيس تصل، وفي المقدمه كذلك بالنسبه لهولشتاين كاسبر دافيدسن واندو كيلاتي. وما زالت اماميه هذه الانطلاقه، المحاوله، ينطلق الان هولشتاين. الله 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 للمفاجات، نعم، لاقصاء ثالثيات لانديه البوندسليغا. هكذا هو العنوان لهم هنا في هذه الليله في هذا الملعب، مع هذه البدايه، مع الانطلاقه، مع تغيير على مستوى التشكيل الفريق في مباراته الاخيره على كره على الجهه اليمنى. المحاوله الان، الانطلاقه الان، التمريره بعد ذلك. يا سلام على مرور عن طريق تهمجو يهاجمون الان، سيضربون الان، سيسجلون. الله 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 كره وتمريره من أموت توهمجو بينية للأمام، انطلقوا، نعم، حلقوا، نعم، صوب أندو، ضرب كيلاتي هنا، ولكن ما زال بعد ذلك على اليسار بلال هل يمر؟ بلال يبحث عن مرور أو من الفريقين المتواجدين على مستوى البوندسليغا، أقصى فريق نادي فولفسبورغ وكذلك هامبورغ. الحديث بين شتوتغارت وهولشتاين، ويا لها من أجواء. ركلة ركنية ترسل طويلة راسية، يرسل كرة في وسط الميدان عن طريق أتاكان كالازور، ولكن الكرة على اليسار، يمررون، سيضربون، ولكن يرسل كرة مع أنجيلو شتيلر مع بلال الخنوس، يغير المسار المغرب ليبلغ بعد ذلك هذا الدور. مشاهدينا متابعينا، انظر الى الضغط، تابع المشهد. ينطلقون الان، هولشتاين واجه مدرب فريق نادي شتوتغارت سيباستيان اونيس، تصويبه خطيره جدا، واجهه، نعم، في 8 مرات مارسيل غاب ولم ينتصر سوى في مرة وحيدة، لذلك تسلح بهذا التاريخ. وانطلق كريس فوغيتش باللقطة الماضية، فوغيتش كاد يفعل الدفاع مع التحول شاهدناه ليفلينج بين الجهة اليمنى والمسار الأيسر. بلال الخنوم تأتي، وصل المدافع، لا زالت يضغط أنجيلو شتيلر، عرضية رأسية خطيرة جدا، مرت وعدت فوق العارضة الأفقية، رأسية دينيس أونداف، المحاولة الماضية والتي عدت ومرت وإلى خارج أرضية الميدان. على مستوى الدي اف بي بوكال، ولكن في الدوري الاول. يا ولد يا بلال الخنوس ما زال، عرضيه طويله وعاليه تصل، خطيره، الدربكه، التصويبه، المحاوله، التسديد، الله التي جمعت بين الفريقين، ولا واحده من هذه المباريات انتهت بالتعادل السلبي. 2-2 في اخر مواجهه. تصنع الكثير داخل المانيا وخارج المانيا. حديث كان باللحظات الماضية. انطلق جيمي على اليمين، يبحث، يرسل كرة على اليسار، نقلة سريعة بين بلال واليسار مع كريس. هل تأتي التصويبة؟ ليفلينج الآن شتوتغارت الآن على المرور والتسديد، الكرة، وتعادل في مرة على مستوى الموسم الماضي. يعيش شتوتغارت بقيادة سيباستيان هونس موسما ممتازا كما ذكرت في البدايات. هكذا هي الإحصائيات حاليا. استحواذ للضيوف مع تسديدات أكثر لفريق نادي كيل، الاستحواذ الحالي 62 لفريق ملعب هولشتاين. يا سلام، كرة ألمانية ممتعة، الرتم ألماني سريع، كرة من بلال الخنوم، كرة وصلت من جديد، لا زالت المحاولة. توبياس فيلز الحكم صاحب 48 عام الذي العبور إلى الدور القادم. كرة بتصل بدوران، من سيحظى بتذكرة الوصول؟ هولشتاين صوب أكثر على المرمى، ما يقارب ال7 مرات، تصويبة خطيرة جدا بالراس، عدت. موسم الاستثنائي مع السيد هانزي فليك، نعم، مع هانزي فليك.
مرت مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه. نقله على اليسار، هذه التمريره، ينطلق الان، يمرر، يستلم الكره، يبحث عن تمريره، عن ثغره، عن مرور، عن تصويبه، ولكنها في الدور نصف النهائي. كرة من اليمين، شتوتغارت يزدادون ثقة، يثبت اللحظة. السؤال كالتالي مشاهدينا قبل آخر 45 دقيقة 76. كرة من اليسار، وفي تلك السنوات كذلك بطولة الدوري. خطيرة الكرة، الراسي وإلى مشوار قد يكون الأول في تاريخهم للنهائي. بينما هنا المحاولة من ليفت عناصر شتوتغارت. كيف سيكون الحال في هذا الشوط؟ من سيفعلها مع البدايات؟ هل دقائق مرت؟ ضربة حرة لمصلحة حامل اللقب، طويلة وعالية بالراس، لم تأتي، خطيرة جدا. الله 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 الله، جول لمصلحة حامل اللقب. شتوتغارت يسجل، شتوتغارت يحتفل بعد دربكة كانت حاضرة، بعد الكرة الماضية، بعدما صمد كيل كثيرا، بعدما صمد كيل طويلا، بعدما تكتلوا لزمن طويل. نعم، أخيرا يسجلون بعد سقوط حارس المرمى. سقط البرج، نعم سقط البرج بعد الدربكة الحاضرة الماضية باللقطة الماضية. هذه المحاولة من بلال الخنوس المغربي بتمريرة واحدة، ببينية واحدة، بلمسة واحدة فنية قد يمتع الجميع. خسروا في هذا الدور 4-0 امام بوروسيا دورتموند، ومرة في عام 2020-2021 هي عريقة في ألمانيا. كرة بتصل من جديد، بلال المغربي يمرر، عرضية، محاولة هولشتاين في هذا الموسم. كرة بالكعب، لا زالت دوران، زالت يبحثون الآن مع جيمي ليفلينج. جيمي ما زال، كرة وصلت من اللاعب أتاكان كارازور، عرضية شتوتغارت بالمرتدات، سيقتلهم، سيذبحهم الآن في هذه الكرة، بهذه الضربة، بهذه الفل. سيفعلها يا ترى على اليمين، استلام، دربكة، هنا حضور، هنا تصويبة، ولكن الحارل الخنوس مر، عدى بلال، عدى بلال، الخنوس ما زال ما زال ما زال ما زال ما زال، عرضية ولكن الكرة ما زالت، وتصويبة هل تأتي الآن؟ بلال ما زال، الله 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 على مرور بلال بالقدم اليسرى، نعم بالجهة اليسرى، عدى ومر وانطلق وتقدم، مرور رائع. مرتب، كرة من اليمين ما زالت الآن مستمرة، بعد ذلك إلى وسط الميدان، عودة للخلف، خرج يوناس، خرج توموجو، دخل ستيفان، راح شتوتغارت، راح شتوتغارت، الله حامل اللقب يسير بخطى واثقة، يسير بخطى واضحة نحو المربع الذهبي. حامل اللقب يسير نحو الذهب، حامل اللقب يسير نحو التاج جديد، نحو التاج الخامس. نعم، هنا فقد التوازن، هنا كيل كلها فقدت التوازن، وهنا مرتدات، هنا بعد ذلك انطلاق. كما شفنا الخوت، مباراة رائعة اللي قدم بلال الخنوس في والتأهل ديالو لنصف نهائي كأس ألمانيا. مباراة في المستوى، مباراة رائعة للخنوس، ما سجلش اليوم ولكن كان مقدم أداء رائع، وكان يعني التنقيط ديالو عالي جدا. شفنا يعني المساهمه ديالو في الهدف اللي سجل الفريق ديالو، وانتهت المباراه بفوز الفريق ديال بلال الخنوس، تاهلهم لنصف نهائي الكاس. كما قلت لكم الخنوس خوتي يعني ملي انتقل صراحه للدوري الالماني قدم مستوى رائع، ونقولوا جات مع هذه الفرقه ديال شتوتغارت يعني قدم اداء من غير اللي كان قدموا مع الفرق اللي كان تيلعب معاهم. هنا لقى راحته وتيلعب يعني مرتاح، تيتحرك كما بغا، وهذا هو النوع ديال اللعابه ديال الخنوس، خاصك تخليه يلعب مرتاح، يعني خليه حر وهو غادي يقدم لك المستوى الرائع بحال تيقدم مع الفريق ديالو، عكس يعني اللي شفنا مع الركراكي. واخا تقاتل الخنوس اخوتي في كاس افريقيا هو ما واخدش راحته، واللعابه بزاف مع المنتخب المغربي ما تياخذوش راحتهم، يعني ما تيلعبوش في المراكز ديالهم الاساسيه اللي تيلعبوا مع فراقيهم. كاين اللي تيحتم عليه الركراكي ادوار دفاعيه هو تيميل للهجوم، وداك الشيء باش ما شفناش الهجوم قوي ديال المنتخب المغربي، ودفاعيا ركنا اقوياء بطبيعه الحال. خوتي الاعزاز، السلام عليكم.